السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبق بقى كشري مصري، حاجة كده عظمة، يعني حاجة كده بجد زي ما بيقولوا كده، حاجة كده نظيفة وحاجة جودة حلوة وحاجة أفضل كتير كتير من لما تشتريه من بره من أي محل بجد. يعني أنا بفضل الكشري المصري بتاع البيت. يعني مش عارفة انتوا معايا في الرأي ولا لأ، بس أنا بجد بفضله أكتر من المحلات مهما كان اسم المحل اللي بيبيعه ايه. بس بجد مفيش أنضف ولا أحلى من الكشري اللي تعمليه في البيت. يلا بقى نشوف اللي احنا هنستعمله او المكونات بتاعتي. هو ملوش قاعدة عامة، يعني هو ملوش اي حاجة. شوية عدس على شوية رز على مكرونة مشكلة. هو ده العدس، يعني هو ده الكشري، مفيش اي حاجة تانية. تمام. هنا بولع على المية علشان اعمل اسلق المكرونة. وقبل طبعا اي حاجه هبدا بالتقليه. ليه هبدا بالتقليه؟ لان انا هستعمل الزيت في كل الاكله بتاعتي، يعني في كل حاجه هستعمل. المكرونه هحط لها زيت، والرز هستعمل برضك الزيت. بس انا هنا عايزه اقول لكم ان انا في المرحله اللي جايه دي انا بدات اول حاجه اعملها التقليه. انت ابداي اعملي التقليه او حمري البصل في بدايه اي حاجه، لان بجد بتفرق كتير في الطعم. تمام. ممكن هتيجي هنا لقطة دلوقتي ان انا مثلا بعمل الرز في نفس الوقت، لا هي الموضوع بس مونتاج مش اكتر. هنا قطعته بقى، عايزه تقطعيه زي ما انت شايفه كده، عايزه تقطعيه قطع صغيره خالص ما فيش اي مشكله، وهيبقى معاكي مقرمش. ولا هضيف دقيق ولا هضيف نشا ولا هضيف ملح. مفيش اكتر من شويه الزيت، واحمر البصل ايدي فيه باستمرار. يعني ما سيبهوش، لا انا بفضل تقليب باستمرار. هو ده اللي هيخلي معايا البصل مقرمش وفي نفس الوقت لونه حلو. تمام. هنا طبعا انا هنا خدت بقى شويه من الزيت بتاع البصل، صفيته واشتغلت بيه عشان هعمل بيه الرز. تمام كده. هنا برضك بصوا، عايزه اوريكم اللقطه دي. هنا مرحله البصل اللي انا وصلت لها، هصفيه كويس قوي من الزيت وهسيبه يبرد تماما، مقرمش وكان جميل بجد. تمام. ما تحاوليش تغمقي اكتر من كده. هي دي المرحله اللي انا بقول عليها، صفيها كويس قوي من الزيت. ويلا بينا بقى نحمر الشعريه. الرز بالشعريه كلنا بنعمله، بس ايه الفرق بين الرز ده والرز اللي احنا بنعمله؟ الرز ده ان هو متطعم بالزيت اللي فيه بصل، يعني بيفرق كتير بجد في الطعم. فعلشان كده انا اخدت الزيت وهستعمله طبعا في كل الفيديو بتاعي. هستعمل الزيت، مش هدخل اي اضافات مادة دهنية تانية. تمام. هنا بعد ما حمرت بقى الشعريه ووصلت للدرجه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، غسلت الرز بتاعنا المصري العادي، غسلته كويس واديته تقليبه. طبعا هملحه، هديله الملح على قد الكميه اللي انا عاملاها. وهكون طبعا مسخنه هنا اهو الملح اهو. يعني انا حطيت يعني حوالي معلقه صغيره كده ولا حاجه من الملح، مش عايزاه احدق عن كده. وكمان في الوقت ده انا كنت بسخن ميه، لان الميه لازم انزل عليها بتكون سخنه ما تكونش بارده. بعد طبعا ما اديله تقليبه كده وازود بقى الميه براحتي. تمام. هنا زودت الميه يا دوبك، غطيته بس حاجات بسيطه، لان انتوا عارفين ان الشعريه يعني ما بتحتاجش الميه كتير. وقلبته تقليبه اول غلوه، ورحت موطيه عليه وسايباه يستوي بقى براحته. تمام. يعني اول خطوه عملناها البصل، خلص البصل، وتاني خطوه عملناها الرز اللي بالشعريه. تمام كده. غطينا عليه وسبناه يستوي براحته خالص. تمام كده، كله موضح وسهل قوي ومفهوش اي حاجه. يلا بقى، هنا الميه غلت بتاعتي ونزلت عليها بالمكرونه اللي هي اسمها عقل صغيره قوي، وقطعت معاها يعني حوالي نص كيس كده من المكرونه الاسباجيتي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وشويه طبعا ملح ومعلقه بسيطه قوي من الزيت. واديتها تقليبه، وهسيبها طبعا المكرونه تستوي معايا. وكده احنا خلاص خلصنا تالت حاجه في الطبق بتاعي. هنا بقى، هنا عملت شويه، سخنت ميه كده يعني شويه، خليتها كده لمرحله الغليان، ونزلت عليها بكوبايه العدس البني اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. انا بحبه مسلوق، يعني في ناس بتشوحه، انا مش عارفه هو ده بيتعمل ازاي تشويح، بس انا بحبه يتسلق عادي خالص. وبعد ما بيتسلق باخد معلقه من الزيت وبقلبها معاه طبعا بعد ما بصفيه. يلا بقى نعمل الصوص بتاعي او الصلصه بتاعتي.
عندي شوية زيت من بردك نفس القصة، هاخد الزيت هصفيه كويس قوي وهستعمله على طول. نزلت بمعلقة كبيرة من التوم وشوحتها كده، ونزلت عليه بحوالي 4 طماطمات او 5 طماطمات طحنتهم، وعلى طول نزلت عليهم على النار. تمام. ضفت بقى هنا عندي بابريكا وعندي كمون وعندي كزبرة وعندي ملح. كل دي التتبيله او التوابل بتاعتي بتاعت الصلصه بتاعتي، ما فيهاش اي حاجه تانية. مش بضيف بقى ولا حبهان ولا مش عارفه توابل ايه ومش توابل ايه. هي الثلاث توابل 4 توابل دول بالملح وكده تمام قوي. سبتها تتسبك، وطبعا بعد ما اتسبكت اهو صفيت شويه ميه شويه زيت تاني سوري، ونزلت عليه بقى. يلا نعمل بقى الخل. دقه الخل دي بتبقى بتودي بجد الكشري في حته تانية خالص. بعد ما هنا سخن معايا الزيت، نزلت على طول بمعلقه صغيره من التوم وما حمرتهاش، يعني يا دوبك اول ما نزلتها على طول كده رحت نازله عليها بربع فنجان من الخل وزودت كوبايه ميه، وكمان ركنته على جنب. ومفيش بجد ابسط من اي ولا اسهل من الطريقه دي. هنا بقى المكرونه بتاعتي المشكله حطيت لها معلقتين كبار من الزيت وقلبتهم طبعا علشان ما تمسكش في بعض، في نفس الوقت هتديها طعم حلو. خلاص كده. حابه بقى تصفي الخل دوت من التوم، صفيه. انا مش بحب اصفيه، انا بحبه كده. يلا نعمل بقى الشطه المشطشطه. عندي هنا دي شطه سوداني. تمام. سوداني يعني جبارة بجد. واخدت الصوص بتاعي او الصلصة بتاعت الطماطم، اخدت الوش بتاعها اللي فيه نسبة دهون عالية او نسبة ايدام عالية كده، علشان هي دي اللي هتركز لي الشطة بتاعتي، وهتكون زيها بالظبط زي بره. شوية الرز بقى مفلفلين وجمال، والمكرونة بعد اضافة شوية الزيت. ويلا بقى نحضر الطبق بتاعنا. طبعا الكشري يعني الموضوع كله مش محتاج اي افتكاسات ولا تزويق طبق ولا اي حاجه، بيتحط كده او بيتضاف يعني بشكل عشوائي. مفيش افضل ولا ابسط من كده بجد. يعني الطبق ده انا بحبه جدا جدا، والولاد طبعا بيحبوه. انتوا اكيد طبعا بتفضلوا الكشري المصري بتاع البيت، بيبقى افضل والله كتير كتير. في ناس بتقول لا بره ليه طعم تاني، لا هو طعم البيت مفيش افضل ولا احلى من كده. يلا حضري بقى الطبق بتاعك زي ما انت عايزه بقى، بشكل عشوائي على بعضه بالترتيب زي ما انت حابه، كليه زي ما انت حابه. تمام. يلا بقى نحط شويه الصلصه الحلوه ديت. انا دي ما ضفتلهاش شطه. الشطه طبعا انا عاملاها لوحدها علشان اللي حابب يضيف الشطه براحته زي ما هو عايز. هنا بقى شويه كده من الحمص. انا كنت نقعاه من الاول بصراحه، اخدته غلوه واحده وحطيته. يلا بقى شويه تقليه كده على الوش، وكان خلاص بجد الطبق جميل. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.